سؤال بقى صغير كده، بما اننا يعني داخلين بقى على رمضان، كل سنة وانت طيب. نصيحة كده لمرضى القلب في شهر رمضان، لان معظم مرضى القلب بيبقى الصيام خطر عليهم. يعني معظمهم بيبقى خطر عليهم، وكتير بنبقى عايزين ان احنا مش عايزين نصوم، بس انت عارف ان احنا عشان نوقف، عشان تقول لحد ما يصومش، حد بيبقى تعبان وعنده مشاكل كل حاجة، بس عشان تقول له ما يصومش تبقى تقيلة، تبقى تقيلة. فامتى مريض القلب يصوم وامتى ما يصومش؟ طيب، هو احنا ليه اصلا بنخاف من الصيام مع مريض القلب اصلا؟ الناس تمام. معتقده انا يا دكتور انا بعرف اصوم، ما بتعبش من حكايه ان انا اقعد مده طويله ما اكلش دي، بالعكس انا بحس ان انا اخف والدنيا احسن بكتير. ايوه حقيقه فعلا. المشكله في الصيام بالنسبه لمريض القلب في حاجتين. مم. رقم واحد، شرب الميه. تمام. احنا مشكلتنا مع مريض القلب ان هو ما ينفعش ان هو يقعد مده طويله جدا ما بيشربش سوائل كافيه، لان كتير منهم تمام. معتمد السوائل دي على سيوله الدم حتى لو ما كانش بياخد علاج. تمام. وفي منهم اللي هو تمام. عنده اصلا مشكله في السيوله وبياخد دواء سيوله، وده معتمد على ان برضه يكون في نسبه سوائل كفايه. مش بس كده، احنا تمام. عندنا ناس كتيره بتاخد مضرات بول، دي هدفها ان هي بتطلع ملح معاه سوائل من الجسم. فلو انا هاخد مم. الدواء ده وانا ما بشربش كميه ميه كويسه، هيبقى عندي مشكله بالتاكيد وفرصه حدوث تجلطات اعلى بكتير. صحيح. ده احد الاسباب. السبب الثاني، العيان البولي ميديكيتد او اللي هو عنده كذا دواء بياخده. في مرضى القلب على الاقل روشتته ممكن بتكون على الاقل فيها مثلا 7 8 تصنيف. ما صحيح. ينفعش بناس كتيره زي اللي عندهم مثلا هبوط في عضله القلب، زي اللي عندهم قصور في الشرايين التاجيه، او طالع من جلطه جديد، او مركب دعامات جديد، ده بيبقى عنده كم ادويه كتير جدا. بغض النظر عن ان هو مش بينفعش يصوم عشان خاطر السيوله والكلام دوت، هو كمان ما ينفعش يكربس الادويه دي في الثمان ساعات اللي بيفطرهم بعد الفطار. اللي ما ينفعش بيخاطر يقعد فيهم. 14 صحيح. ساعه ولا 16 ساعه ان هو ما بياخدش ادويه فيها خالص ويكربسهم كلهم مره واحده في الوقت صح. ده. دي صح. مشكلتنا الاساسيه في صحيح. المريض القلب عشان يصوم. ملهاش علاقه بالاكل خالص، الاكل ده تمام. اخر حاجه ممكن، يعني ما عندناش مشكله خالص ان المريض ما ياكلش، لكن عندنا مشكله كبيره قوي في ان المريض ما يشربش. عشان كده دايما بنقول، واعتقد حضرتك نوهتي عنها قبل كده عندك في الصفحه، وانا برضو عندي في صفحه العياده عندي، نوهت ان في حد ادنى لنسبه الميه اللي باخدها كل يوم، حتى لو انا في الشتاء، حتى لو انا مش عطشان، لازم في لترات معينه لازم تدخل جسمي، حتى لو انا مش محتاج ان انا اشرب. لو قللت عنها صحيح. فرصه ان انت يحصل لك مشاكل عاليه جدا، وفرصه ان انت لما تكون مريض قلب ومعتمد بادويه بتعمل سيوله ان تحصل فيه مشاكل عاليه قوي. فحكايه شرب الميه ده مهم جدا. فمين اللي ينفع يصوم ومين ما ينفع ما يصومش، هو ده مش كلامنا احنا، يعني هو الاول دي توصيات بدات الاول عالميه، وبعد كده بقى في دلوقتي لجان موجوده في الدول العربيه ومنهم مصر بقت بتجتمع كل فتره وبتحط ريكومنديشنز معينه لمين المريض اللي ينفع يصوم ومين ما ينفعش يصوم. وبعد كده انت برضو في الاخر بتسال دكتورك انا انفع اصوم ولا ما ينفعش اصوم بالنسبه لحالتي دلوقتي، مش بالنسبه لمرضك. ممكن مرضك تمام. انتوا الاثنين مشتركين في نفس المرض، لكن اسمح لك انت بالصيام وما اسمحلوش هو بالصيام. مش عشان صحيح. انت صحيح. حلو وهو وحش، لا، عشان انت حالتك دلوقتي تنفع تصوم فيها وحالتك دلوقتي ما تنفعش تصوم. ففي صح. اتفاق ان المريض اللي هو عنده ضعف في عضله القلب او هبوط في عضله القلب بنسبه كبيره ما ينفعش يصوم، لان هو زي ما قلت لحضرتك معتمد على ادويه كتيره بمواعيد معينه، من ضمنها ادويه بتطلع الميه من الجسم، ففرصه ان هو يدخل في جفاف ومشاكل مع الصيام بتبقى عاليه جدا. بالذات طبعا لما يكون هو اصلا مش متظبط، يعني كمان مريض بضعف عضله القلب وكل شويه نفسه متضايق، رجله بتورم، مش ده خلاص ما ينفعش يصوم يعني. يعني ده كده بيلقي بايديه في التهلكه، يعني ده لو صام يأسم. ده باجماع الفتاوى، يعني ده موضوع منتهي. الحاجه الثانيه، المريض اللي هو عنده قصور في الشرايين التاجيه ولسه طالع من جلطه جديد في اول 3 شهور او 6 شهور، ايوه. اللي مركب دعامات لسه في اول 6 شهور، اللي عامل جراحه في اول 6 شهور، كل دول تمام. ما ينفعش ان هو يصوم، لان هو دلوقتي اصلا لسه ما زال فرصه تكوين التجلطات عنده عاليه جدا، فهيقلل تمام. الميه وهيمنع الادويه في فتره الصيام، يبقى فرصه ان تحصل تكرار للجلطات دي عنده بتبقى عاليه جدا. مريض الضغط العالي اللي مش متظبط، تمام. ليه؟ لان هو دلوقتي هيوقف ادويه الضغط بتاعته في الفتره دي، صحيح. وهيجي يروح مكربسهم كلهم مره واحده بعد الفطار مع الاكل مع الملح مع الحاجات دي. مم. طبعا فرصه ان هو يدخل في مضاعفات عاليه جدا.
فمريض الضغط اللي مش متظبط ضغطه قبل الصيام ما ينفعش يصوم. مريض اللي عنده اضطراب في ضربات القلب، اللي عنده رفه اوزانيه ومش متظبطه، او معتمد في ادويته على ادويه سيوله والسيوله مش متظبطه، ده في كتير من الاحيان ما بنسمحلوش بالصيام. في مرضى بقى معينين بقى معتمدين على نسبه الدم او حجم السوائل والدم في جسمه بنسبه معينه، زي اللي عنده ضيق في الصمام الاورطي، او اللي عنده اختناق في مخرج البطين الايسر. المخرج البطين الايسر ده اللي بيضخ الدم للجسم كله، وبرده من خلال الاورطه، شريان الاورطي يعني. فاللي عنده ضيق او اختناق في الحته دي، ده عنده اصلا مشكله في ضخ الدم. لما هيعطش في الصيام، ده ممكن بنسبه كبيره يدخل في مشاكل ان هو يغيب عن الوعي تماما، وتحصل له مشاكل في الوعي بتاعه، ان هو ممكن يبص تلاقيه وقع مره واحده لا لشيء غير ان هو اصر على الصيام وهو مش مفروض مسموح له بالصيام. لازم قبل ما تاخد قرار الصيام بتاعك ارجع لدكتورك واساله انا حالتي ينفع فيها الصيام ولا لا. ولو قال لك الدكتور لا، في حالتك هيبقى خطر عليك الصيام، المفروض ان هو طبعا يعني هو دي فتوى يسأل عليها امام الله سبحانه وتعالى، دي اول حاجه. وانت خلاص شلت من على نفسك الوزر. بالعكس، انت لو صمت ضد رغبه الدكتور ده وحصل لك مشكله، انت اللي هتاخد الوزر، لان ربنا صحيح، ما قالش هياخد الوزر فعلا. صحيح، دي حافظش اول على حاجه. صحتك. الحاجه الثانيه، الدكتور قال لك خلاص هتنفع تصوم، يبقى السؤال اللي بعده لازم يرتب لك الادويه بتاعتك تاخدها امتى. ده هتاخده بعد الفطار، ده هتاخده قبل الفطار مباشره، ده هتاخده قبل السحور. هتخلي المدد بينهم قد ايه عشان ما تكربسش الادويه كلها مره واحده، ومره واحده اهو بعد ما كان ضغطك عالي تلاقي نفسك هبطت وقعت. تمام. فلازم يرتب لك الادويه. ده مش بس كده، ده ممكن يشيل لك ادويه معينه لانها هتاثر على صيامك. يعني مضادات البول بنقللها دايما قبل الصيام مباشره. في ادويه طبعا السكر طبعا لازم يراجع مع دكتور السكر بتاعه كل الارقام الانسولين بتاعته بياخد كام، الادويه بتاعته يا ترى هيحتاج ايه او ما يحتاجش ايه، نوعيه الادويه نفسها ممكن اغيرها عشان الصيام لان هتعمل مشاكل مع الصيام. فلازم تزور دكتورك يقول لك هتصوم ولا مش هتصوم، وهيقول لك لو صمت هتاخد الادويه ازاي، ايه اللي هتوقفه وايه اللي هتاخده، ويقول لك على العلامات اللي عندها ما تكملش صيامك. يعني تفطر، لازم تفطر، مهمه جدا. ان حصل لك انت ماشي انت كويس والدكتور سامح لك بالصيام ومرتب لك ادويتي، لكن حصل لي الم شديد في الصدر اثناء الصيام. بالمناسبه الحبايه اللي تحت اللسان لو اتاخدت بالصوره المظبوطه ما بتفطرش، ان هي ما بتدخلش الجوف. طيب دي معلومه مهمه جدا. وما بلعش ريقه وهو حاططها لغايه ما تدوب وبعد كده مضمض وما دخلش منها حاجه، دي بتدخل الجسم مش عن طريق الجوف، وبالتالي لا تخسر الصيام. فدي بتبقى ساعات انقاذ حياه بالنسبه له لو مش محتاج يصوم. استريح على الحبايه دي خلاص بيكمل الصيام. لقى نفسه لا تعبان ومحتاج حاجات اقوى، يبقى ساعتها بقى لازم يفطر. مريض اللي ضعف عضله القلب المستقر وفجاه لقى نفسه متضايق، لقى نفسه عطشان قوي بصوره عنيفه، لا لازم يفطر. ما تجازفش بنفسك، لان انت فعلا ممكن تدخل في مشكله هتقسم عليها ان انت صمت وانت عارف ان ممكن تتعب من المنظر ده. فلازم الاسئله دي كلها كل مريض قلب لازم يروح لدكتور ويسالها قبل رمضان مباشره، وما يترددش ان هو لو حس بحاجه يقول لا انا هكمل اليوم غصب عني، يوم وهيخلص. لا، لان انت ممكن الفتره دي تحصل فيها مشكله كبيره انت في غنى عنها، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما قصد من الصيام ان هو يبقى فيه القاء في التهلكه او نقل بايدينا الى التهلكه يعني. وكل سنه والناس كلها طيبه، وكل سنه وحضرتك طيبه حضرتك طيب وبصحه. امين يا رب. امين يا رب. بشكر حضرتك جدا 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 دكتور حازم. يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه الصراحة. أنا استفدت جدا من اللقاء النهاردة، وأعتقد الناس اللي اتفرجت علينا واللايف طبعا هيبقى موجود على الصفحة عشان لو الناس حبت تتفرج على الحلقة. فأنا بشكرك على وقتك، بشكرك على المعلومات الغزيرة. إن شاء الله بإذن الله في ميزان حسناتك، بإذن الله إن شاء الله في ميزان حسناتك. ميرسي جدا لحضرتك وسهرناك، وكل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. ربنا بالصحة والسلامة. كل سنة وحضرتك طيب. ألف شكرا حضرتك. شكرا جدا، شكرا جدا دكتور حازم. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة، مع السلامة.